الرباني في قلبه كما يدق في قلوب المصائب الكبار، فإذا دق هذا النور في قلوبهم لا بد من الكلام أو يكتبون، وإلا يحترقون وينخرقون. فأراد أتاه الفيض الرباني والمسألة نتاج إلى البحث فيها، ويعلم من أصحابه لا يمكن لأحد منهم أن يباسطه، يعني بالباسط إلى سيدي محمد الغالي، لأنه سعيه صيبه أكثر من 30 سنة. وقال: أين سيدي محمد الغالي؟ أين سيدي محمد الغالي؟ فقال سيدي محمد الغالي: أنا قلت قدماي هاتان على ركبة كل ولي. فقال سيدي محمد الغالي: يا شيخ أنت غائب أو هادئ؟ فقال: بل أنا هادئ على الكمال أقل فريق. فقال: كيف تقول ذلك والشيخ عبد القادر بن جيلاني قال في وقت قدمي هاتي على ركبة كل ولي؟ فقال: نعم صدق، ولكن يريد أولياء سنين. أما أنا قلت لك قدماي هاتان على رأفة كل ولي يريد كل آدم إلى النبي. والأقدام عند القوم وهي المقامات، كل ما قالوا قدمي أو قدماي يريد المقام. الشيخ قال قدماي. أما الشيخ عبد القادر الجيلاني كان قطبا جامعا ووصل إلى مقام الختم، فلذلك قال قدمي هاتي، مقام واحد. وأما شيخ قدماه هذان وهو مقامين، مقامه المختوم بالخير ومقامه فوق مقامات. لذلك قال مولانا: ولولا أجيب الوقت قلت لأتكلم كثيرا في مولانا الشيخ رضي الله عنه بما لدي من علومه وأسراره، وأتكلم في مقامه وفي فضله على سائر الأولياء، وفي فضل طريقته، في فضل آخر طريقته، في فضائل إسراء الفاتح لما خلق، ولكن الوقت يعني ضيق، ولكن نمص قليلا فقط. فقال مولانا الشيخ رضي الله عنه: من أخذ طريقة تجارية يدخل الجنة هو ووالديه وأولاده وأزواجه ووالدي أزواجه بلا حساب ولا عقاب، ويجاهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن في الطريقة فضيلة إلا هذه الفضيلة لكفى. انظر رجل واحد أخذ الطريقة، أبويه ما أخذوا ما أخذا، وأولاده ما أخذوا، وأزواجه ما أخذنا، وأصحابه ما أخذوا، ولكن هو وعده يعملهم يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويمر بهم وقت الحساب حتى ينزلهم بزل تحت العرش، ويقفون بنارها حتى يتم القضاء والحساب لله سبحانه وتعالى في عباده. فياتي الرسول صلى الله عليه وسلم فيفتح باب الجنه ويدخل هو واصحابه، فياتي مولانا الشيخ رضي الله عنه ويدخل مع اصحابه، وهذا الرجل يدخل ويعمل يعني داره وفيها أبويه وأولاده وأزواجه وأصحابه ما ذاقوا الحساب ولا ما حسبوا وما ذاقوا الأداب، ويختلف الجنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة حتى يعني يصل إلى هذه. لذلك قلت والوقت لا يسوي لأنني في الدولة سنجار في كل
بكسرة أحتفل أجلس من بين الآشرة والإيد أسرع إلى أن أصلي الصبح أتكلم بمكان الله أكبر. ولذلك هذا كله من بركة مولانا وشيخنا ومربينا بمولانا الشيخ إبراهيم. وهذا أطلب من الجماعة كل واحد يقرأ فاتحة الكتاب مرة وصلاة الفاتحة مرة. نقول ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الملك العظيم ملك المغرب الحسن الثاني، وهو ملك رأس الشعب المغربي، وهو ملك العلماء وملك الأولياء وملك يعني جميع التشريع من جنود الصوفيين. فمرحبا به ندعو له أن يحفظه ويحفظ بلديته ويحفظ السكان لمملكته وينصره نصرا عزيزا على جميع أعدائه ويؤتي أمما طريقا مباركا